هذا واحد جزائري لقوه أهله بعد أكثر من 28 سنة من الاختفاء. تبدي القصة بسنة 1998 وتحديدا بالجزائر. كان في شاب اسمه عمر بن عمران عمره 16 سنة. عمر كان طالع يمشي كلبه بالفريج، ومن هذا اليوم عمر اختفى تماما، ومن يومها قعدوا واهله مساكين يدورونه بكل مكان، ما خلوا مكان ما دوروا فيه، وما خلوا قناة اخبارية الا وتكلموا فيها، لين عاد استسلموا وظنوا ان عمر خلاص توفى. وبعد 26 سنة اي بسنة 2024 في واحد نشر بوست بالفيسبوك، مفاد هذا البوست يقول ان عمر بن عمران اساسا مو ميت، بل عمر محتجز ببيت جيرانهم. والبوست هذا وصل حق اهل عمر، واهل عمر اوريدي كان عندهم شكوك من قبل بجارهم، لان كان بينهم خلافات من قبل، وحتى بعد ما اختفى عمر كلب عمر كان يوميا يوقف قدام بيت جيرانهم، يعني كنا يقول ترى عمر داخل، بس هم بعدها بطريقه غامضه الكلب اختفى. المهم بعد ما شافوا اهل البوست على طول قرروا انهم يروحون بيت جارهم،